انا طلعت بكامل ارادتي، طلعت بكامل ارادتي وبراي، وما في اي حاجه اسمها انا مخطوفه. طلعت جزول يتقدم بيتنا وحسيت انه هو الانسان المناسب عشان يكون شريك حياتي واكمل معاه حياتي، واهلي رفضوا. شفت في الانسان ده كل طموحاتي واحلامي وطلعت معاه وتزوجنا. عقدنا بواسطه المحكمه الشرعيه ورسلنا القسايم لاهلي، بس هم شافوا انه الزواج ده ما ماشي. بحب اقول لكل زول شايف انه زواج البكر من غير ولي امرها لا يجوز او غير صحيح، بحب اقول له احنا كمسلمين عندنا 4 مذاهب متفق عليها، ومن ضمن المذاهب دي مذهب ابو حنفي. بناء على مذهب ابو حنفي وان الزواج ده ماشي استنادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايم احق بنفسها من وليها، وكما قال تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن بانفسهم بالمعروف. صدق تعالى سورة البقرة الآية 134. وانا ما شايفه عيب او حاجه غلط انه واحده تختار الانسان اللي عاوزه تكمل معاه حياتها، ما شايفه كده، ولا شايفه نفسي اول وحده ولا اخر وحده اعمل كده، وشايفه انه ده حق من حقوق شنو؟ شايفه انه ده حق من حقوق اي واحده فينا كمرأة انها تدافع عن حقها للنهايه. وبناشد انا كمان الشعب السوداني، وبناشد كل مرأة سودانية بصفتي امينة مرأة انه اي واحده ما تتنازل من حقوقها، ومن حقك تختاري شريك حياتك، من حقك تختاري اي حاجه بتخصك. حتى في ديننا الاسلامي الدين قال النساء شقائق الرجال، ما قال النساء تحت الرجال. شقائقهم في شنو؟ نفس الحقوق اللي لهم لنا، هم يختاروا شركاء حياتهم ونحن نختار كمان شريك حياتنا. ده شيء كفر لنا الدين الاسلامي وكفر لنا كمان المجتمع الانساني. وبما ان البلد بقت مدنيه وكفرت الحريات الشخصيه، اذا كان صحيح فأنا من حقي أن أختار شريك حياتي بغض النظر عن رضا أهلي أو رفضهم، لأن كل شيء نصيب من رب العالمين. وشكرا. وأنا ما مخطوبة، بحب أعيد وأكرر.